السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في الحلقة الثانية من كورس المبتدئين في اللغة الإنجليزية. قبل ما نبدأ مش عايزين ننسى إخواتنا في فلسطين، ربنا يثبتهم وينصرهم على عدوهم، اللهم آمين. بس طالما وصل الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وتعمل لنا سبسكرايب للقناة عشان يوصلك جديدنا أول بأول. ويلا بينا. الفيديو اللي فات كنا بدأنا بتكوين الجملة، لو ما شفتش الفيديو ارجع شوف الأول من اللينك اللي هسيبه لك في أول كومنت أو في وصف الفيديو. كنا اتكلمنا على تكوين الجملة إن هي بتتكون من فاعل وفعل ومفعول، وقلنا الفاعل نوعين، ضمير واسم علم، والفعل قلنا يا إما فعل مساعد يا إما فعل اساسي، والمفعول به قلنا هو الاسم الذي يقع عليه الحدث. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن الاكسلري فيربس او الافعال المساعده. ندينا امثله على الافعال المساعده زي am واز وار، والماضي بتاعهم was وwere، وهاز وهاف، والماضي بتاعهم قلنا had. النهارده بقى هنركز على am واز وار، وكل فيديو هناخد فيه فعل مساعد معين وازاي تعمل جمله، وان شاء الله في الفيديوهات ديت هناخدها واحده واحده من فاعل لفعل، بعد كده ندخل على مفعول ونحط مفعول. حتى لو انت ما انتش حافظ اي حاجه، ان شاء الله خطوه بخطوه هنبدا نعمل جمل كبيره مع بعض. فهنتكلم النهارده على الفيرب تو بي اللي هو بيتكون من am واز وار. am is وار معناه بالعربي الفيرب تو بي معناه فعل يكون. في هنا اختصار لفيرب verb يعني فعل، وبي يعني يكون. بفك بيه المصدر بتاعها am is are. كل فعل من دول بيجي مع فاعل معين، يعني am لازم تحفظ ان هي بتيجي مع I فتبقى am يعني انا اكون. اما is بتيجي مع he وشي وات واي اسم مفرد. اما ار بتيجي بقى مع وي وذي ويو. يعني مثلا اقول يام عندي هي تاخد هز فتبقى هي از يعني هو يكون. طيب هي تكون تبقى she is. طيب هو او هي الغير العاقل بستخدم it وبعد كده is. اما بقى لو بتكلم على الجمع بستخدم we فتبقى are we are يعني نحن نكون. اما they فتبقى they are يعني هم يكونون. ويو تبقى you are يعني انت تكون او انتم تكونون، لان you زي ما انت حفظت بتيجي انت او انتم للمفرد او الجمع. عايزك بس تحفظ معايا، هناخد بس صفتين اتنين زي سعيد يعني happy وحزين يعني sad. الصفتين دول هناخدهم بس مبدئيا عشان نسند ونظبط الجمله بتاعتنا. انا مثلا عايز اقول انا مبسوط او انا سعيد فبقول I am happy. دايما am و is و are بيجي بعديهم يا اما صفه يا اما اسم، ودايما بتستخدم الفيرب تو بي عشان تعرف بيه نفسك، تتكلم عن نفسك، تقول ان انت اسمك ايه مثلا، تقول انا عندي كام سنه، عايز تقول مثلا توصف حالتك، انت مبسوط زعلان انك جعان عطشان، فبستخدم فيه الفيرب تو بي اللي هو am is are. فعلى سبيل المثال عايز اقول انا مبسوط فبقول I am happy انا اكون سعيد. طيب عايز اقول هو سعيد فبقول he is happy. عايز اقول نحن سعداء فبقول we are happy. هم حزناء they are sad. أنت حزين you are sad. أنت سعيد you are happy. دي كده الجملة بالشكل المثبت. طيب أنا عايز أقول لأ، عايز أنفي الجملة، في الحالة ديت بستخدم not not يعني لأ. أو مش اللي احنا بنقول أنا مش سعيد، أقولها إزاي؟ أقول I am not happy. I am not happy. عايز اقول هو مش زعلان يبقى he is not sad. هي مش سعيدة يبقى she is not happy. نحن لسنا سعداء يبقى we are not happy. ممكن انطقها ادمج are مع not فتبقى aren't، ده اختصار aren't. بستخدم حاجه اسمها apostrophe. الابوستروفي ده شبه الواو كده الصغيره بتعوض عن الاو، فاقول aren't وبدل ما اقول he is تبقى he is not تبقى he isn't عشان ما تتوهش مني. انا دلوقتي عملت جمله باستخدام الفيرب to be اللي هو am و is و are، وده اول فعل مساعد هناخده. تمام am is are. قلنا ان am بتيجي مع I و is بتيجي مع he وشي وات واي اسم مفرد زي احمد او احمد is happy مش احمد are. فانا لازم احفظ مين اللي بيجي مع am ومين الضمائر اللي بتيجي مع is ومين الضمائر اللي بتيجي مع are.
ظبطت دول خلاص هتبدا ان انت تتكلم وتعبر عن نفسك. طيب حد مثلا عايز يعرف نفسه فبيقول، عايز يقول انا اسمي احمد، انا احمد، فبيقول I am احمد. طيب انا بعرف حد على حد فبقول له he is فلان، he is علي، تمام. she is سهى. فانا بقى ايه، بعرف شخص باستخدام الفيرب تو بي او بعرف نفسي. بعد كده هناخد بقى لو انا عايز اقول انا عندي كام سنه، تمام. بس انا مش عاوز ادخلك في النقطه ديت عشان بس ما تتلخبطش، واحده واحده كده. بعد كده قلنا ازاي اقول انا مش عايز اقول انا مش سعيد، اقول I am not happy. يبقى بنفي بمين؟ not. لو مش حاجه واضحه لك ارجع لها تاني في الفيديو. انا بقى عايز اعمل هنا سؤال، انا عايز اسال حد، عايز اقول له هل انت سعيد؟ بص يا سيدي، عندي he is، بقوم رايح اعمل حاجه اسمها مقص، ببدل، بدل ما هي he is بقوم رايح جايب is الاول، فبدل ما هي he is تبقى is he. فis he happy، هل هو سعيد؟ طيب she is sad. عايز اعمل سؤال، بعمل برضو المقص، بدل ما هي she is بقوم رايح جايب is قبل الفاعل اللي هو she، فتبقى is she sad، تمام. طبعا انت عارف ان she ده فاعل ضمير، واز ده يعتبر الفعل مساعد، وهابي هنا دي تعتبر صفه حل محل مفعول يعني، لان احنا قلنا الجمله فاعل وفعله ايه ومفعول به. ده كده بالنسبه للسؤال. طيب ما عدا بقى عندك I am. I am دي بقى هل اقول am I؟ يعني انت عمال تقول لي ان انا بعمل مقص، هل هقول am I ولا في حاجه تانية؟ في حاجه تانية. ايه هي؟ انا بوجه دلوقتي اللي قدامي السؤال، فانا عايز اقول هل انت سعيد؟ انت، لو خدنا انت يعني ايه؟ انت يعني يو، فبحول اي ليو، تمام. طب يو بتاخد از ولا ار؟ لا بتاخد ار زي ما انت حفظت، فتبقى are you happy؟ اجاوب yes I am او no I am not. دي بقى حاجه اسمها short answer اللي هي yes و no. عايزك تحفظ yes يعني نعم، و no يعني ايه؟ لا. طيب لما اقول لك مثلا is he sad، هل هو حزين؟ فهتجاوب يا اما yes he is او no he isn't. نعم هو سعيد حزين، او لا هو ليس حزين. اللي فيها المشكله برضو اللي هي we are لما اجي احولها برضو في السؤال، هل هقول are we ولا في طريقه تانية؟ لا في حاجه تانية. we يعني نحن، فانا عايز اقول هل انتم، تمام. فانت او انتم يعني ايه؟ ان يعني يو، فوي هتتحول ليو ويو بتاخد ار، نفس فكره اي ام، يبقى الاي والوي بيتحولوا ليو في حالة السؤال. الفيديو بتاع النهاردة ان احنا اتكلمنا فيه على الفيرب to be اللي هو am و is و are، اتكلمنا على طريقة الإثبات بتاعه والنفي والسؤال. ببساطة الفيديو بتاع النهاردة فيديو لطيف خفيف. عايز افكرك لو انت مستواك كويس في الانجليش الفيديوهات دي كلها مش هتبقى مفيدة ليك. عايز تراجع ممكن تراجع بس هتحسها مملة، تمام، لانك عارف الحاجات دي. فالكلام ده كله للناس المبتدئة، الناس الزيرو. طالما وصلت لحد هنا فانت من الابطال وانت عايز تتعلم انجلش فعلا. فما تنساش تعمل لنا لايك وتعمل لنا سبسكرايب وتشير الفيديو مع زمايلك لعل حد يستفيد. دي نهايه الفيديو بتاعنا، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.